ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هذا البعث الثاني من بعوث النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث عبيدة بن الحارث بن المطلب رضي الله عنه في ربيع الآخر في 60 أو 80 راكبا من المهاجرين أيضا وللغرض الأول نفسه. يعني هذا البعث أيضا أرسل للغرض الأول الذي أرسل له، بعث حمزة بن عبد المطلب، فأرسل هذا البعث للتعرض لعير آخر لقريش، وكان عليهم عكرمة بن أبي جهل، وقيل بل كان عليهم مكرز بن حفص. فأيضا الغرض من إرسال هذا البعث هو الغرض من إرسال البعث الأول، انذار كفار قريش في هذه العداوة والظلم والعدوان والكيد الكبار للإسلام والمسلمين وتربص الدوائر بأمة الإسلام، فهذه بمثابة الإنذار لهؤلاء. قال فلم يكن بينهم قتال، يعني حصل بدايات القتال لكن لم يتم قتال، يعني حصل بينهم تراشق بالسهام، وكان أول سهم رشق به المشركون يومئذ سهم من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولهذا فكان هذا السهم أول سهم رمي به في سبيل الله، سهم سعد بن أبي وقاص في هذا البعث، بعث عبيدة ابن الحارث. قال وفر يومئذ من الكفار إلى المسلمين المقداد ابن عمرو الكندي وعتبة بن غزوان رضي الله عنهما، وبعض المسلمين ما كانوا متمكنين من الهجرة بسبب ضراوة وشدة عدوان الكفار، وبعضهم كان يخفي إسلامه، فهذان وجداها فرصة في هذا الموضع وفي هذا المكان، ففر إلى جهة المسلمين لينجوا بدينهما ويلتحق بإخوانهم من المسلمين رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الحافظ بن كثير فكان هذان البعثان أي بعث حمزة رضي الله عنه وبعث عبيدة بن الحارث رضي الله عنه أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصود بأول راية أي للقتال في سبيل الله، أول راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أي للقتال في سبيل الله تعالى. ولكن اختلف في أيهما كان أول، هل الأول بعث حمزة أو الأول بعث عبيدة؟ وقيل إنهما كان في السنة الأولى من الهجرة، وهو قول ابن جرير الطبري، وهذا ذكره ابن جرير في كتابه تاريخ الأمم والملوك.